الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب يا أحلى متابعين. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو مميز جدا جدا. هنعمل بمناسبة السقعة اللي احنا فيها دي، السقعة الشديدة، هنعمل حمص الشام اللي هي الحلبسة بأبسط طريقة. البرد ده مش بيسيب حد في حاله أبدا، بس أنا عندي الحل. حمص الشام، المشروب السحري اللي بيدفي القلب والروح. تخيلوا إنك قاعد في البلكونة والهوا ساقع بيخبط في وشك، وفجأة كوباية حمص الشام سخنة بتطلع بخار. يا سلام على الدفى والطعم. في الفيديو ده هقول لكم ازاي نعمل احلى حمص شام. يلا بينا نبتدي الطريقة. عندنا ربع كيلو حمص شام، هنروح نغسله غسلة كويسة وننقعه بتاع ربع ساعة، 4 ساعات. هننقعه بتاع 4 ساعات. وبعد ما نقعناه بالشكل ده، عندنا طماطميتين بنقطعهم 4 تربع، وعندنا بصلتين صغيرين كده بنقطعهم 4 تربع، وعندنا فصين توم مهروسين، وعندنا ليمون، وعندنا مرقة الدجاج. هنروح بعد ما صفيناه وغسلناه بنروح في حلة ونحطه على النار. بنحط له نص معلقة ملح ونص معلقة سكر، دي بتخليه طعمه خطير. بعد كده بناخد الطماطم نحطها في الخلاط، ونحط عليها البصل، ونحط عليها قشر الليمون اللي احنا عصرناه المية بتاعته. احنا هنحط العصير والليمون بتاعه، وهنحط معلقتين، هنحط مرقة الدجاج، المرقة، وبعدين بنحط كوباية مية، وبعدين بنحط البابريكا، معلقة بابريكا كويسة كده مليانة، وبعدين بنحط عصير الليمون، ونضرب ده كله في الخلاط ضرب مبرح، نخليه ينعم نعومة مفيش بعد كده. ريحته خطيرة من قبل ما نحطه على الحمص الشام. بعدين بنحط له معلقة ملح ومعلقة كمون، ونضرب فيه تاني لحد ما ينعم معانا المكونات. بعد كده بنروح على الحلة. اولا انا شلت ريم قبل كده، الريم اللي هو بيطلع من وانت بتغليه لازم تشيليه. زي ما شايفين انا المرة التانية بشيل الريم ده لحد ما تبقى المية صافية كده وجميلة معاكم، ما يبقاش فيها الريم ده. الريم ده يعني لازم تشيليه عشان يديكي طعم جميل بعد كده. بعد ما لو خليتيه بيدي يعني حاجة كده مش مستحبة. بعد كده بنجيب الصلصة اللي احنا عملناها ونحطها في طول ما انت واقفة عليه تقعدي تشيلي فيه الريم اللي بيطلع ده. بعد كده نحط الصلصة بتاعتنا
ونقلبه ونسيبه يغلي شوية معاه لحد ما الحمص يتشرب من الصلصة بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين كده هنروح بقى نحضر الدقة بتاعته. عندنا كوبايتين، هناخد في كوباية نملاها او من الصلصة بتاعت حمص الشام. اول حاجة دي نركنها على جنب، وبعدين نجيب كوبايتين، واحدة هنحط فيها كمون والتانية هنحط فيها شطة، وبعد كده نحط بابريكا في الاتنين. هنزود الشطة شوية بس، هنزود الشطة شوية، وبعد كده نحط بابريكا في الاتنين. وبعد كده نجيب اللي احنا عملناه ده، الكوباية اللي احنا خدناها الصلصة دي، نحطها في الكوبايتين، وبعدين نجيب كوباية مية ونحطها، نكمل الكوبايتين بيها ونقلبهم كده، نقلبهم لحد ما يمتزجوا. بعد كده نجيب الليمون ونحط في الكوبايتين عصير الليمون، وبعد كده نجيب الكوبايات كده. يعني حمص الشام مش بس مشروب عشان يكون عندكم علم، كمان لحظة دفى وسعادة. شاركونا في التعليقات ايه هي ذكرياتكم مع حمص الشام، وايه هي الإضافات اللي بتحبوا تحطوها عليه. هنجيب بقى الكوبايات ونعبي فيها حمص الشام اللذيذ الجميل، العسل ده اللي هيدفي في الشتاء وهيودينا في حتة تانية، دفى ما بعده دفى. كوبايتين عملناهم، وشايفين الحمص الشام عامل ازاي، واللون بتاعه يعني ينفع الواحد يبدأ يقعد معاه على الكورنيش، يفتح له عربية على الكورنيش. ودي اللي بالكمون والتانية اللي بالشطة. اللي عايز بالكمون بياخد بالمعلقة يحط على الكوباية بتاعته، واللي عايز بالشطة بيحط بالكوباية بتاعته، يعني الدقة من ناحيتين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع حمص الشام. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوا.